انا عايزه ابني يكتب ويقرا لوحده وبسرعه. اعمل ايه؟ خليكي معايا. ما وصلش للمرحله دي ما تسيبيش مرحله الفتح خالص، هتتعبي لو نقلتي من غير ما توصلي للمرحله دي. خلصتي مع ابنك مرحله حفظ الحروف بس واقفه ومش عارفه تبداي ازاي، مش عارفه تخليه ازاي يدمج الحروف ويكون كلمه، ولا عارفه ايه هي الخطوه اللي بعد حفظ الحروف بالظبط. النهارده هوريك المرحله اللي بعد الحروف وهي مرحله الفتح، وهقول لك ازاي تمشي فيها خطوه بخطوه لحد ما ابنك يقدر يقرا ويكتب بنفسه يعني لوحده بدون مساعده منك. اكتب يا حبيبي كذا يقوم رايح كاتبها لوحده، اقرا كذا يقرا لوحده. هو ده هدفنا اللي لازم نركز عليه. تعالي يا بطله بقى لما اقول لك تعملي ايه. مرحله الفتح. اول حاجه في التاسيس عندنا قسمين، قراءه واملاء اللي هي كتابه. الاتنين ماشيين مع بعض، هتقرأي وتملي في نفس الوقت. طيب اول حاجه لازم نعرف الطفل يعني ايه اصلا فتحه وايه هو صوت الفتحه ده. يعني مثلا حرف الباء، هو عارف ده حرف الباء اسم الحرف، احنا عاوزينه يعرف صوته. صوت حرف الباء ده صوت، لما تسمع صوته تعرف ان هو باء. طب هنعرف صوته بالفتحه، دي اهم حاجه. تمام؟ هنشرحها له بقى ازاي. حرف الباء اهو، حرف الباء كان جعان، اكل ايه؟ هياكل سندوتش؟ لا لا لا، ده هياكل شرطه كده عليه، هنحط له شرطه كده عشان ياكل. طب الشرطه دي اسمها ايه؟ اسمها فتحه. اسمها ايه؟ فتحه. طب الفتحه بتقول لي ايه؟ بتقول لي افتح بقك، افتح بقك كده يلا. باء. اسمها ايه؟ باء. اسمها بسرعه باء. لازم تفتحي بقك لطفلك وتعرفيه إيه؟ تفتحي اوفر، فاهمه؟ يعني تعرفي ان بقك اتفتح، ان الفتحه بتخلينا نفتح بقنا. مثلا ده حرف الايه؟ حرف الجيم. حرف الجيم كان جعان، هيعمل ايه؟ هياكل سندوتش؟ لا، هياكل شرطه فوق راسه كده. اسمها ايه الشرطه دي؟ فتحه. اسمها ايه؟ فتحه. كمان مره اسمها ايه؟ فتحه. طيب الفتحه بتقول لنا ايه؟ نفتح بقنا. الفتحه بتقول افتح بقك يلا بسرعه 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 افتح بقك. اسمها ايه؟ جا. اسمها ايه بسرعه؟ جا. اسمها ايه بسرعه؟ جا. وتشرحي برضو على كمان حرف. حرف السين كان جعان، حطينا له فتحه، حطينا له ايه؟ هنا بقى هيبتدي يقول لك فتحه. يعني طالما انت شرحتي وحطيتي زوم قوي على كلمه فتحه ونطقتيها، يعني نطقتيها كده مش مجرد فتحه وخلاص حطينا له فتحه، لا، فتحه. اسمها بسرعه، اسمها بسرعه فتحه. اسمها بسرعه فتحه، يعني تبريز الحروف، يعني تدي كل حرف حقه. تمام؟ هيقول لك حطينا له فتح. طب يلا نفتح بقنا. الفتحه بقنا نفتح بقنا يلا. سا. اسمها بسرعه سا. اسمها بسرعه سا. حرف الميم كان جعان، خد فتحه، اسمه ايه؟ ما. اسمها بسرعه ما. طب ده سا، هنا بقى هيبتدي يتفاعل معاك. ده اسمها ايه؟ دا. دي اسمها ايه؟ را. شطور. دي اسمها ايه؟ صا. اسمها ايه؟ عا. اسمها بسرعه عا. انت هنا ابتديت تعرفيه صوت الفتحه شكله عامل ازاي، وابتدى يوصل له فكره هننطق الفتحه ازاي. تمام؟ دي البدايه. يبقى اول حاجه انت بتعرفيه الفتحه على حرف واحد فقط. طيب وبعد كده الفتحه على حرفين، وبقى بيعرف يقرا. انت تعرفيه طبعا الحروف كلها بالفتحه وتقرايه مره واتنين. تمام؟ هنبتدي بقى يقرا حرفين مع بعض. والله ما بقراش حرفين مع بعض يا جماعه. انا بعمل ايه؟ بجيب الكلمه من 3 حروف، زي مثلا عمل. اقول لكم انا بعمل ايه. ورسم. ما بقراش حرفين مع بعض يعني. بحث. بقرا ال3 مع بعض على طول. فهم. يلا يروح المس. يلا اسمها ايه دي؟ هيقرا معاكي؟ هو مش هيقرا في الاول، ومش هيقرا يا جماعه، نديله فرصته برضه. الولد معذور، البنت معذوره. شطور. مش عارف دي، اقول له ما. انت قوليها له ما. ودي لام عليها فتحه يبقى اسمها لام، يعني فصلي له. دي عين مقصوصه عليها ده حرف العين. دي ميم عليها فتحه ما، يبقى فصلي له. دي حرف العين عليها فتحه ده حرف الميم ما، ده حرف اللام لا، يبقى اسمها ايه؟ عماله. اسرع. اسمها بسرعه عماله. هيفضل يقطع. عماله. اسرع. عماله. بسرعه. اسمها ايه؟ عمله. اسمها بسرعه عمله. وممكن تدمجي الحرفين دول الاول. عما. اسرع. اسمها ايه؟ عما. وبعد كده يجيب الحرف الثالث لا. عمله. اسمها بسرعه عمله. هنا برضو راسا. بعد كده يجيب الماء ما. رسما. هنا بحا سا. بحثا. تمام؟ انت قدامك طرق كتير. الطريقه اللي تلاقي الطفل مستوعب بيها وكويس بيها افضلي ماشيه عليها. تمام؟ يبقى احنا كده هنبتدي نقرأ كلمات من 3 حروف. تمام؟ مع الوقت هيبتدي مثلا ايه؟ هو كان بيخبط في الحروف، هيبتدي بقى يقول ايه؟ عملا. رسم. بحث. فهما. تمام؟ دي المرحله اللي المفروض نوصل لها، دي النتيجه الاولى اللي المفروض نوصل لها. بعد كده هنبتدي نقرأ كلمات من 4 حروف. زي ايه؟ هو بدأ حرف واحد بس، بعد كده
كلمه من 3 حروف، بعد كده كلمه من 4 حروف، بعد كده عاوزينه يقرا جمله. زي جمله ازاي؟ جمله من كلمتين، يعني مش جمله زي اللي في دماغكم قوي. زي مثلا كلمه بسط، بسط فوهب. هنا بقى هيبتدي يقف، هتقولي له ازاي؟ انا بقرا ازاي؟ يلا حبيبي اقرا اول كلمه بساطه. اسرع اسمها ايه؟ بسطه. بسرعه اسمها ايه؟ بسطه. خد الكلمه دي وروح للكلمه دي، خدها اسمها بسرعه بسطه. هو خلاص طرحها. يلا دي فوهب، فوهب. يلا هات الكلمتين مع بعض بسرعه. بسط فوهب. اسمها بسرعه بسط فوهب. اسرع بسط فوهب. اسرع بسط فوهب، وهكذا. ناخد كمان مثال. قرأ وكتب. هنبتدي نعلمه يقرأها ازاي. يلا حبيبي اول كلمة قرأ. اسرع بسرعة اسمها ايه؟ قرأ. بسرعة اسمها ايه؟ قرأ. خد قرأ دي وروح للكلمة اللي بعدها. قرأ وكتب. قرأ وكتب. اسمها بسرعة قرأ وكتب. ما تطلعيش من مرحلة الفتح غير لما الطفل يوصل للمرحلة دي. ما وصلش للمرحلة دي ما تسيبيش مرحلة الفتح خالص. هتتعبي لو نقلتي من غير ما توصلي للمرحله دي. انا مش بقولك ان لازم الطفل يكون سريع بسطه فوهب، لا، بس على الاقل بيعرف يوصل كلمتين حتى لو بطيء فيهم شويه. تمام؟ يبقى تارجت القراءه عندنا او هدف القراءه عندنا في مرحله الفتح ان هو يوصل ان هو يقرا كلمتين مع بعض. تمام؟ ده القراءه. طيب هنمليه ازاي يا ميس نشوى؟ هنعرفه ازاي يكتب كلمه؟ يعني عاوزاه يكتب بسطه في الدفتر، هيكتبه ازاي؟ من اول يوم ابتديتي تعلميه حركه الفتح، هتمليه في الكراسه كلمه من 3 حروف. ازاي؟ يلا املاء. يبقى من اول حصه الطفل هيتملى كلمات من 3 حروف. اول حصه بتبقى مثلا بتمليه 3 4 كلمات، مش كتير، ما تضغطيش عليه، والحروف تكون سهله، يعني ما تروحيش تجيبي حرف الصاد وحرف الضاد والحاجات دي. عندك مثلا كلمه زي مرحه، اكيد مش هتقولي له اكتب مرحه، اكيد لا. اكتبي حرف الما. ما حرف ايه ده؟ ويبتدي ما يعني ميم. اعمل يلا حرف الميم مقصوصه. هنعمل دايره ونشد ايديها على الخط ونحط عليها الفتحه. ما. ازاي بقى؟ انت عندك حرف الميم اهو. حرف الميم هنقصه ونكتبه، هنكتبه اهو، نكتب راسه ونشد ايده ونحط عليه الفتحه. تمام؟ لزق فيه حرف الراء اهو. را، لزقنا فيه الراء. بعد كده اكتب جنبها الحاء، بس ما تلزقهاش فيه عشان حرف الراء بيضرب اللي بيلزق فيه. حرف الراء لو حد لزق فيه بيقوم راح ضربه على طول. يبقى انت عاوزه توصلي لطفلك 3 معلومات في الكتابه. اول حاجه بيقص الحرف، يعني لو حرف الحاء هيقصه كده ويشد ايده، يعني هنقص وبعدين يشد الايد ونحط الفتحه ونلزق. تمام؟ هنلزق في حرف الحاء الميم، وهكذا. كمان كلمه اكتب يلا حرف الباء. باء يعني حرف الباء بطه، اكتب باء مقصوصه. هيقوم رايح عامل كده اهو، سنه وتحتها نقطه على فتحه. لو مش عارف في جنب تقولي له الباء مقصوصه كده كده، دي بقى مقصوصه، قصينا الفستان بتاعها. تمام؟ يعني هو في الاول وارد ان هو ما يكونش عارف، وده بالتاكيد مش هيبقى عارف بعض الحروف، فانت في جنب تعرفيه. حرف الباء لما نقصه بيبقى كده، حرف الميم لما نقصه بيبقى كده. تمام؟ فهو ينقل في اول حصه. تمام؟ الباء لزق فيها يلا سا ده حرف ايه ده؟ سين سمكه. سين سمكه مقصوصه. يلا اهي سين سمكه اهي مقصوصه، وشدينا ايديها وحطينا الفتحه. بعد كده يلا لزق فيها حرف الطاء. حرف الطاء ايه؟ واكيد يعني هيعرف طالما حافظ الحروف كويسه، هيعرف ده صوت ايه. صوت حرف الطاء. طير اهو عليه فتحه. تمام؟ كمان مثال خاء. اكيد عارف ان ده صوت حرف الخاء، يعني صوت ايه يعني؟ خليه مقصوص. خاء اهي مقصوصه وعلى فتحه. الراء لزق فيها الراء، بس خد بالك حرف الراء بيضرب اللي بيقعد جنبه، محدش يقعد بعده. وبعد كده اكتب جنبه الجا. جا يعني حرف الجيم على فتح. تمام؟ ممكن الكلمات دي هتاخد منك وقت في اول حصه. تمام؟ بعد كده بلاش عشان الفيديو ما يطولش، احنا فهمنا الفكره. تمام؟ يبقى اول حاجه في الاملاء ان احنا نبتدي نعرفه حرف حرف بسهوله كده. الخطوه اللي بعدها في الاملاء نبتدي بقى نصرف. ما احنا مش هنسيبه طول عمره بيكتب بالبطء ده. الخطوه اللي بعدها نبتدي نصرفه واحده واحده. اكتب يلا ما. الراء لزق فيها الراء. بعد كده الحاء شطور. با شاطر برافو عليك. سا لزق فيها السين ممتاز. طا برافو طا. ولو في اي اخطاء، لو مثلا مش عارف يقص السين او كده، انت بتعدلها له. تمام؟ عاوزين بقى نوصل لمرحله ان احنا نقول الكلمه سريعه. رسما. اكتب لي رسما.
احفظ الكلمه والحرف اللي تنطقه اكتبه. انا قلت ايه؟ يقوم هو رايح قايل انت قلت يا مس راس ما خلاص اكتب يلا. وهو بيكتب يكتب ازاي؟ را س ما. لو مشيتي بالخطوات اللي قبل كده هتوصلي للمرحله دي اكيد. تمام؟ اكتب يلا بحثا. حاضر يا مس. بحثا. تمام؟ بقى بيعرف يكتب كلمات من 3 حروف كويس. خلاص نمليه كلمات من 4 حروف زي فوهب. اكتب يلا فوهب يا حبيبي. حاضر يا مس. ف و ها ب وهكذا. تمام؟ يبقى احنا عاوزينه يطلع من مرحلة الفتح بيعرف يكتب كلمات من 3 حروف و4 حروف لوحده، بننطقهم بسرعة وهو ينطق وهو يكتب اللي نطقه. لازم يتعود اللي بقك ينطقه اكتبه. شوف انت قلت ايه واكتبه. تمام؟ يبقى ده اللي المفروض نطلع بيه من حركة الفتح. ما وصلناش للمرحلة دي برضو ما نطلعش من حركة الفتح. لو وصلت للمرحلة دي في القراءة وفي الإملاء إن هو يقرأ جملتين كلمتين مع بعض ويتملى كلمات من 4 حروف و3 حروف سريع، هتدخلي على مرحلة الكسر هتخلصيها في ثانية، مش هتاخد معاكي وقت. تمام؟ انما طالعه من الفتح مش كويسه ما بيعرفش يدمج حروف ومش عارف اصوات الحروف، هتدخلي على الكسر هتقعدي فيها مليون سنه، وعلى الضمه هتقعدي فيها 3000 الف سنه، وبعد كده الطفل هيفضل زهقان وملان وانت زهقانه وملانه وكرهتي التدريس وهو كره التدريس وكرهتوا التعليم وكل حاجه، مش هيتقدم ولا هيتطور معاكي. يبقى كل حاجه بتيجي بالتدريج، ندي كل قاعده حق